بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا سنة تانية؟ عاملة ايه؟ ان شاء الله تكوني بخير. ان شاء الله نبدأ النهاردة نشرح دروس علم نفس تانية ثانوي عام، الترم الاول 2025. طبعا انتي بالنسبة لك علم النفس ده اول مرة تدرسيه، المادة دي لسه اول مرة تسمعي عنها خالص. يمكن تكوني سمعتي عنها مثلا من زمايلك اللي اكبر منك، او تكوني بدأتيها في شهر 8 مثلا لو انتي بتاخدي دروس، او جبتي الكتب وكده، ولكن لسه ما تعمقتيش فيها شوية. فاحنا ان شاء الله النهاردة هنبدأ دروس علم النفس، وهنشرح شرح بسيط خالص ومفهوم، ويعني تقدري من السمع تفهمي، مش شرط يعني تكوني متابعة من الكتاب، ولكن احنا برضو هنقول اللي في الكتاب. وانا كاتبالك الشرح هنا، هصورهولك وهنزلهولك جوه الفيديو. بيبقى دايما الشرح اللي انا بكتبه بيبقى بالبلدي بالطريقة العامية عشان كلنا نفهمها، وبتلاقيه بعد المقدمة بتاعة الفيديو، او بتلاقيه في المنتدى اللي هو دلوقتي بقى اسمه المنشورات، او بتلاقيه على صفحة الفيس. ده بالنسبة للسنة دي يعني. طيب، ان شاء الله نبدأ النهاردة الشرح بتاعنا. طبعا علم النفس سهل قوي، مفهوش اي مشكلة خالص. هيجي بقى في ذهنك سؤال: طب انا هحل المشكله اللي عندي، هحل العقد اللي عندي، هبتدي بقى ان انا يعني ايه الدنيا تتفك عندي. هو بس ده مش هيبقى من بدايه الوحده الاولى. احنا في الوحده الاولى عندنا 4 دروس هنتعرف فيهم يعني ايه علم نفس، جه منين، مين اللي عمله، مين العلماء اللي ساهموا فيه، ايه هي الاتجاهات اللي ماشيه فيها علم النفس، ايه هي المناهج اللي انا اتبعها عشان اقدر اقول ان انا ماشية في سكة علم النفس، أو إن أنا كده بتبع طريق أو خطوات علم النفس في حل المشكلات. هنعرف فروعه ومجالاته، إن هو داخل في كل حاجة. علم النفس ده مش مادة في ثانوية عامة بس، لا ده داخل في كل المجالات. فإحنا هنبقى بنتعرف عليه في الأربع دروس الأولانيين في الوحدة الأولى. هنبتدي بقى نتعرف على علم النفس كأسلوب لحل المشكلات، أو كطريقة بقى نفهم بيها انفعالاتنا وأهدافنا ودوافعنا. ده هنبتدي فيه في الوحدة التانية برضو الترم ده. نتعمق بقى شوية فيه ونشوف ان هو بيساعدنا ازاي نذاكر، ويساعدنا ازاي نحفز الذاكرة، ويساعدنا ازاي ان احنا نفهم كويس اللي بيدور في عقلنا، ونتحكم في مشاعرنا، ونتحكم في افعالنا. ده هيكون ان شاء الله الترم التاني. عشان تبقي عارفة، احنا الوحدة الاولى هنتكلم فيها فقط على نشأة وتطور علم النفس وفروعه، لكن ان شاء الله بداية من الوحدة التانية هنتكلم على ازاي بقى نتحكم في انفعالاتنا ودوافعنا، وازاي نحقق اهدافنا، وازاي نفهم احنا جوانا ايه. طيب، انا كنت عايزة اقول للمتابعين، مش عارفة بقى هو فيديو 3 دقايق ماشي. كنت عايزه اقول لكم ان انا طلعت كارنيه النقابه. انا يعني عملت صوره منه على الفيس، بس ما وريتهوش هنا للمتابعين اللي على اليوتيوب. انا حاطه صوره صوره الافاده على اليوتيوب، فهشيلها بقى واحط صوره الكارنيه. هو مش عشان يعني تفاخر ولا حاجه، بس انا قلت اطمنكم، يعني اطمن المتابعين بس مش اكتر. فانا اوريهولكم هنا، وبعدين نبدا شرح ده هنا اهو. بصوا، ده كارنيه طلع لي يعني طلعته في نقابة المعلمين. ده هيقعد بقى لحد شهر 12. هي الفكرة مش في كده، هي الفكرة ان انا قلت اطمن المتابعين، يعني لان انا سمعت اقاويل ان هي بتشرح بناء على ايه، دي لسه مخلصتش. سمعت برضو من ناس ما اعتقدش يعني ده جمهوري خالص اللي قال الكلمه دي، ان هي مفبركه الشهاده ومفبركه الافاده فانا قلت لكم اوري لكم الكارنيه بتاع النقابه، ان انا طلعت الكارنيه اهو. وشكرا طبعا لنقابه المعلمين، هي طلعته لي. وبالمناسبه يعني لو في مدرسين بيتفرجوا لسه زينا مبتدئين لسه مش عارفين يعني، فالنقابه كمان بالكارنيه تقدري تدخلي النادي، وبتقدري تعملي تامين صحي. لو حد يعني لسه مبتدئ زيي مش عارف، فبالكارنيه ده بتقدري تدخلي نادي المعلمين، تقعدي بقى براحتك هناك، وبتقدري تعملي تأمين صحي عشان طبعا لو بعيد الشر يعني تعبتوا. وتقدري برضو ان انتي بتشتركي فيه كل سنة، بس بتشتركي فيه كل سنة من بداية السنة، يعني من أول شهر 1 لحد آخر السنة. لو اشتركتي في النص فانتي مش هتروحي تجددي الاشتراك في نفس اليوم اللي انتي روحتي فيه، لا انتي هتجددي الاشتراك مع بداية السنة الجديدة عادي، اللي هي في شهر 1.
فانا قلت اقول لك يعني، وبعد كده يعني لك حريه التصرف. ميزات الكارنيه ان احنا حتى من غير ما نشتغل في مدرسه نقدر نروح النادي، وحتى من غير يعني من غير مصاريف كتير تقدري يكون لك تامين صحي بيكون ليه خصومات على المدى القريب والبعيد. نبتدي بقى شرح درسنا. خلاص احنا كده اتعرفنا على بعض وفهمنا وتعلمنا واثبتنا حاجات كتير. ندخل بقى في منهجنا. بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ المنهج بتاعنا يا سنة تانية. عندنا الوحدة الأولى 4 دروس. ال4 دروس دول كلهم عبارة عن تعريفات لعلم النفس. أول درس بيتكلم عن متى نشأ علم النفس، مين اللي أنشأه ومين كان السبب فيه وإيه هي الاتجاهات. تاني درس تعريف علم النفس، بقى التعريف اللغوي والتعريف الاصطلاحي وأهداف وأهمية علم النفس. تالت درس ما هي مجالات وفروع علم النفس. هتلاقي علم النفس في مجالات نظرية وفي مجالات تطبيقية. رابع درس مناهج علم النفس او مناهج البحث في علم مناهج البحث في علم النفس، اللي هو انا ازاي اتبع خطوات معينة اقدر احل بيها مشكلة. انت لما هتتعمقي شوية في علم النفس هتعرفي ان في اختلاف في الشخصيات وفي اختلاف في المشاكل، فلكل مشكلة ولكل شخصية طريقة ومنهج معين وخطوة معينة. في الوحدة الثانية ان شاء الله هنتعرف على ما هي الانفعالات وما هي الدوافع، اللي هو هنبتدي بقى ندخل شوية في ايه هو علم النفس اللي هو الحياتي. انما احنا في الوحده الاولى هنبقى تعتبر يعني دراسه اكاديميه، كأن كده بتاخدي مقدمه في علم النفس، ما هو، ما نشأته، من انشأه، ما فروعه، ما مجالاته، وما مناهجه. طيب نكتب بقى عناصر الدرس بتاعنا النهارده ونشوف هناخد. طبعا انا مش هشرح الدرس مره واحده، مش هعمل زي السنه اللي فاتت واشرح الدرس مره، انا هشرح الدرس على مرتين. هو حلو قوي عليه مرتين، وكل مره هنزل لك الورق. طب انت ليه ما بقيتيش بتنزلي الورق والسبوره في الريلز زي السنه اللي فاتت؟ خلي الموضوع ده في المراجعه، بلاش يبقى في الشرح عشان محدش بعد كده يتلخبط يلاقي فيه ورق للمراجعه وورق للشرح. خليها في المراجعه. نكتب بقى عناصر درسنا، عناصر الدرس، نشوف هناخد منهم ايه النهارده. 1 نشأة. طبعا احنا بنفكركم ان امتحاننا MCQ. يعني ايه MCQ؟ يعني امتحان اختياري زائد سؤالين مقال، زائد سؤالين مقال. فالاسئله اللي بتبقى طبعا الامتحان الاغلبيه ان هو بيبقى MCQ يعني اختيارات، فانت عمرك ما هجيلك الحاجه من الكتاب. يعني انت مش هتدخلي الامتحان كده تلاقي التعريف في وشك ولا تلاقي الاهميه في وشك. بناء على اللي انت بتفهميه هتعرفي تحلي الامتحان. نشأة علم النفس. 2 مراحل تطور علم النفس. 3 موضوع علم النفس. 4 مدارس أو اتجاهات علم النفس. احنا عندنا 4 عناصر. بصي احنا هناخد بقى النهارده اول 3 عناصر. طب ليه مش اول عنصرين؟ لان العنصر الثالث ده مش كبير يعني صغير. طب مش هتاخدي ليه العنصر الرابع؟ لان العنصر الرابع بمقام ال3 عناصر كلها. فاحنا ان شاء الله ناخد النهارده اول 3 عناصر ونخلي العنصر ده لوحده، لان هو فعلا لازم يبقى لوحده، ده كبير قوي، مش هينفع ان هو يكون من ضمن الفيديو بتاع النهارده، نخليه لوحده. ماشي. طبعا يا سنة تانية علم النفس ده، قبل ما اقول ايه هو علم النفس، ده علم زيه زي اي علم، زي علم الهندسة، زي علم المحاسبة، زي علم الاقتصاد، زي علم السياسة، زي علم البيولوجي، زي اي علم في الدنيا. ليه اسباب وليه اهداف وليه اهمية وليه نشأة وليه تطور وليه ناس انحازوا لهذا العلم وفي ناس حبوا هذا العلم. طيب بداية كده نشأ فين؟ هل نشأ عندنا في العرب ولا نشأ في الغرب؟ بداية يعني هو نشأ في الغرب. ليه؟ لأن هم الغرب هم مش أذكياء عننا، ولكن هم حركين عننا شوية، بيقعدوا يدوروا ويبحثوا ويعملوا أبحاث ويقعدوا يعني ما بيسكتوا، بيقعدوا ينكشوا كده لحد ما يدوروا على الحاجة. فأول من بدأ علم النفس بس من غير مصطلحات ومن غير ما يفهم إن هو ده علم النفس الغرب.
طيب بعد ما بدأ على يد الغرب اللي هما بالتحديد اسمهم بلاد اليونان او بلاد الاغريق. ليه بقى؟ عشان تعرفي بقى ان انت هتسمعي الكلمه دي بعد كده على طول، بلاد اليونان او بلاد الاغريق، اللي هي بتبقى زي اللي عندهم المسلات كده، او اللي هي العصر الروماني، وهم دول اللي بدأوا علم النفس. وبعد كده انتقل عندنا في بلاد الشرق في مصر وبابل واشور والعراق، اللي هي برضو اشور هي العراق، بابل هي العراق. جه عندنا من عندهم، يعني الاول بدأ في الغرب في بلاد اليونان او في بلاد الاغريق، وبعد كده انتقل عندنا في الشرق في بلاد الشرق القديم اللي هي مصر بابل العراق واشور. في تفاصيل بقى كتير هي مش علينا في المنهج، ولكن انا يعني ايه هأشير لك عليها. يعني ان الانسان وقتها كان في اثينا، الكلام ده في الغرب، فكانوا في اثينا عايزين يعرفوا مين اللي يملكهم، مين اللي بيحركهم، ومين اللي بيقول لهم اعمل كذا وما تعملش كذا. طب انا النهارده نفسي اروح الحته الفلانيه، النهارده نفسي اكل الاكله الفلانيه. كانوا بيحاولوا يتوصلوا لمين القوه الخفيه اللي جواهم اللي هي بتحركهم بتقول لهم اعملوا كذا وكذا، وتوصلوا لان القوه الخفيه دي اسمها الروح او اسمها النفس البشريه، وان ليها خالق والخالق ده هو اللي بيمشيها. ولكن بقى وجم عند حته الخالق دول واختلفت الاقاويل، وبقى في اسلام وبقى في كفر، فدي ايه مش بتاعتنا. خليكي تعرفي ان هم كانوا بيدوروا مين اللي بيحركهم من جواهم. طيب يبقى انا كده عندي نشأة علم النفس على حاجتين، بلاد الشرق القديم وبلاد الغرب القديم. في بلاد الشرق القديم انا مش جايب لي في الكتاب اسامي علماء، لكن في بلاد الغرب قايل لي سقراط وافلاطون وارسطو. من دلوقتي بقى تعرفي ان سقراط وافلاطون وارسطو دول مكملين معانا فلسفة وعلم نفس ومنطق، هنتكلم عليهم بالتفصيل في الفلسفة إن شاء الله في درسنا القادم إن شاء الله في الفلسفة. من دلوقتي بقى احفظي أساميهم، اسمهم سقراط وأفلاطون وأرسطو. نكتب بقى النشأة وأكتب لك أسامي العلماء عشان هم مش هيبقوا في المقدمة بس في الدرس ده، لا ده هيكملوا معانا المنهج إن شاء الله. 1 نشأة علم النفس. حاجة كده في بلاد الشرق القديم اللي هي هو مش بالي في الكتاب مش عارفه بس انا اكتبهم لك، مصر وبابل واشور، دي 1. 2 في بلاد الغرب القديم، بلاد الغرب القديم بين قوسين اللي هي اليونان والاغريق. وقال لي اسامي العلماء على يد الفلاسفه والعلماء، احفظي اساميهم لان هيكملوا معانا المنهج في الفلسفه والمنطق مش في علم النفس، افلاطون وسقراط وارسطو. طيب قولي لي تاريخ تحديدا كده، تاريخ يثبت ان هم برضو أرخوا او كان في حاجه تثبت ان في علم نفس. كان في الربع الاخير من القرن ال19، اكتب لك التاريخ وبعد كده اشرحه لك. اكتبها لك ايه في الحته دي. ظهر علم النفس كعلم حديث له ماض طويل في الربع الأخير من القرن ال19. دي الجملة اللي موجودة عندك في الكتاب. بداية كده القرن، يعني أنا دلوقتي عندي القرن ال19 كده مثلا، القرن ال19. القرن ال19 دي يعني سنة كام؟ يعني سنة 1800 وحاجة. ليه؟ لأن أنا لما باجي أحسب بالقرن مش بالسنة، أنا دلوقتي سنة 2025، فلما هاجي هحسب القرن أنا في القرن الكام؟ هقول لك أنا في القرن ال21. طب عرفتي منين؟ أنا بمسك السنة وأزود عليها سنة، بعمل لها +1، يبقى أنا كده في القرن ال21. طيب أنا دلوقتي في سنة 1800، يبقى أنا في القرن الكام؟ هقوم مزودة على 1800 دي 1، يبقى أنا في القرن ال19. فلما اجي بقى اعكسها واقول لك انا في القرن ال19، يبقى تفهمي ان انا في سنه كام؟ في سنه 1800 وحاجه. الربع الاخير من القرن ال19 طبعا السنه 4/4، اول 3 شهور 6 شهور 12 شهر، بعد كده 24 شهر. اخر ربع بقى هيبقى سنه 1800 وكام؟ يعني مثلا 1878 75 وانت داخله على الثمانينات في الربع الاخير كده من السنه.
مفيش تحديد لان ما كانش فيه زمان الحاجات دي اللي هو نحدد التاريخ، ما كانش فيه زمان تحددي التاريخ. طب انا احفظ التاريخ ده؟ ده التاريخ الوحيد اللي عندك فيه المنهج حفظ، مفيش تواريخ تاني عندك في المنهج خالص. طب مفيش في الفلسفة والمنطق تواريخ؟ لا، مفيش تواريخ تاني حفظ عندك في المنهج غير التاريخ ده، فاحفظيه زي ما هو كده، الربع الأخير من القرن ال19. طيب يعني ايه ظهر بقى له ماض طويل رغم أن تاريخه العلمي قصير؟ اللي هي الجملة اللي عندك في الكتاب، له ماض طويل رغم أن تاريخه العلمي قصير. يعني ايه؟ يعني الناس الغرب بدأوا يدوروا على علم النفس ده من زمان وتوصلوا لحاجات، لكن ما أثبتوش الحاجات دي بتاريخ إلا في التاريخ ده. عامل مثلا زي انتي مثلا بتدوري مثلا على كتاب او هتعملي بحث، فانتي بدأتي البحث مثلا من شهر، فلما روحتي تجيبي الكتب من المكتبة اتكتب لك البحث اللي انتي عملتيه في اليوم اللي انتي روحتي فيه. هل انتي كنتي بادئه البحث في اليوم ده ولا كنتي بادئه بقالك شهر؟ كنتي بادئه بقالك شهر، بس التاريخ ده اللي اتشاف. فده اللي بيثبت ان علم النفس الناس زمان كانوا بيدوروا وكانوا بيبحثوا فيه، بس ما أرخوهوش الا في الربع الاخير من القرن ال19. فانا هشرحها لك كده معناها. بحث فيه الغرب كثيرا وكانوا له ملاحظات ولكن دون تأريخ، يعني دون إثبات. وظهر التاريخ الصحيح في الربع الأخير من القرن ال19. اهي عشان ايه تبقي فاهماهم وفاهمة الكلمة دي معناها ايه. دي كده نشأة علم النفس، ماشي نلخصها كده. ظهر علم النفس منذ الربع الأخير في القرن ال19. ظهر كتاريخ علمي قصير رغم أن له ماض طويل. مش مكتوب عندك في الكتاب، أنا أقولها لك. وذلك لأن الغربيون بحث فيه كثيرا ولكن دون إثبات ودون تأريخ. ظهر على يد بلاد الشرق القديم مصر وبابل وآشور، وظهر على يد بلاد الغرب القديم اليونان والإغريق، وتحديدا على يد الفلاسفة وعلماء الغرب سقراط وأفلاطون وأرسطو. دي كده النشأة اللي عندك في الكتاب فوق أول حتة. بعد كده بقى مراحل تطور علم النفس. خلاص بقى علم النفس ده بقى ليه إثبات، بقى فيه إثبات إن في حاجة اسمها علم النفس. طبعا الحاجة مش بتتساب محلها سر، لازم بيكون فيها تطورات. وكان في الأول لازم بيكون معاه علم تاني بيساعده لحد ما يبدأ سنة سنة يتطور ويكبر ويبقى علم قائم بذاته، اللي هي النقطة بقى التانية اللي هي مراحل تطور علم النفس. أوريكي دي وبعدين نصورها وبعدين إيه ندخل على الباقي. الجزء التاني بقى سنة تانية، الجزء ده تخلي بالك منه لأن لازم بيجي سؤال منه في الامتحان. إن السؤال بتاع النشأة ده مش مضمون يجي، ولكن أنا بقولك احفظي التاريخ. السؤال العنصر التاني ده بقى اللي هو عنصر مراحل تطور علم النفس، ده مهم، ده مهم ولازم يجي منه في الامتحان. مراحل ده العنصر التاني. بصي العنصر التالت انا قلتلك عليه اللي هو موضوع علم النفس ده ما يعتبرش عنصر، ده من المرحله الثالثه، يعني ده المرحله، بس انا قلت خليتهولك عنصر لوحده، احنا هنقوله في المرحله نخليه عنصر لوحده لان هو مهم برضه. مراحل تطور علم النفس. اهم حاجه اعرفها في العنصر ده ان هذه المراحل بالترتيب. هما 3 مراحل من حته لحته، ما ينفعش اجيب مرحله قبل مرحله. المراحل دي بالترتيب. انا لحد دلوقتي عندي حاجتين مهمين في الدرس ده، التاريخ ومراحل من المراحل بالترتيب. 1 المرحله، انا هكتبهم لك الاول كده وبعدين ايه نفصصه. المرحله الفلسفيه. 2 المرحله البيولوجيه. 3 مرحله الاستقلال.
المراحل دي بالترتيب، مهم قوي تعرفي ان المراحل دي بالترتيب، المراحل دي تاني بالترتيب. ماشي؟ يبقى انا اهم حاجة عندي لحد دلوقتي في الدرس ده تاريخ النشأة وترتيب المراحل. خلاص، نشرح بقى مرحلة مرحلة. أول حاجة المرحلة الفلسفية أو مرحلة الروح أو مرحلة علم النفس أو المرحلة البدائية، المرحلة الأولى. قبل ما أقولها لك أكلمك كده شوية في التطور. إن التطور لا يوجد شيء يظل على حاله، فدوام الحال من المحال، وإذا وتم إثبات وجود علم النفس بدليل إذا لابد من تطوره. وكان له في البداية أنه يعني كان له ربط وصلة بمنهج الفلسفة، عشان كده اتسمت مرحلة فلسفية. ليه بقى؟ ليه؟ عشان الحتة دي هتاخد شرح شوية وهنشرحها أكتر في الفلسفة. ليه يعني اشمعنى الفلسفة؟ علم النفس ظهر وقال مين اللي خلق الناس ومين اللي متحكم فينا، وكان هو أو هي المبحث اللي بتبحث فيه الفلسفة وقتها، اللي هي مين اللي خلقنا ومين اللي متحكم فينا. ولذلك هما الاتنين علم النفس والفلسفة اشتركوا في هذه النقطة، فكان لهم صلة وربط، فأصبح تطور هذه المرحلة من علم النفس إلى الفلسفة على يد اليونان والإغريق. ليه؟ لأن هما اشتركوا في نقطة واحدة، إن هما الاتنين بيبحثوا في ما هو مصدر السلوك. مين اللي مسؤول عن تصرفات الإنسان؟ هل الروح أم النفس؟ مين المسؤول عن الأحلام اللي الإنسان بيحلمها؟ مين اللي مسؤول عن البواعث والأحاسيس والأفكار الخفية اللي الإنسان بيدور عليها؟ علم النفس كان بيدور على الحاجات دي، والفلسفة كمان كانت بتدور على الحاجات دي، ولذلك هما الاتنين اشتركوا في هذه النقطة وتطورا معا. هيحصل بقى كمان شويه ان علم النفس ده هيسيب الفلسفه عشان بقت عنده اهداف تانية، فمش هينفع يرتبط في الفلسفه، لان الفلسفه فضلت ثابته على ان مين اللي خلق الانسان ومين اللي متحكم فيه الانسان. لكن علم النفس هيتطور وهيطلع ليه مرحله تانية. نكتب بقى الجملتين دول عشان ايه ما تتوهيش مني، عشان انا عارفه ده بالنسبه لك يعني ايه اول مره، الحاجه دي اول مره، فعشان ما تتوهيش مني نكتبها سنه سنه. خلينا نكتب بقى من الأول. هذه المراحل بالترتيب على النحو التالي. من المرحلة الفلسفية 1 إلى المرحلة البيولوجية 2 إلى المرحلة الأخيرة مرحلة الاستقلال. بعدما تم التأكيد من وجود علم يسمى علم النفس وأصبح مؤرخا وله إثبات، فلا يبقى الشيء اللي هو العلم بقى أو أي شيء محله، فدوام الحال من المحال. لذلك أخذ علم النفس طريق التطور، ولهذا التطور مراحل مرتبة، بداية من ارتباط علم النفس بالفلسفة. ذلك لأنهما الاثنين بقى علم النفس والفلسفة اشتركا في ماهية مصدر السلوك. لا كده أنا هكتب لك الملخص وبعدين أمسك لك مرحلة مرحلة. ثم تطور علم
النفس وأصبح له هدف بيولوجي، اللي هي بعد كده هتبقى المرحلة التانية، وترك الفلسفة واتجه نحو البيولوجي. خلاص. ثم سريعا ما أراد التخلص من هذا وأراد الاستقلال، فاستقل عن الفلسفة والبيولوجيا، مش الاتنين بقى لوحدهم، وعن كل العلوم، وأصبح علما قائما بذاته، وأصبح علما قائما بذاته، له موضوع ومنهج محدد خاصين به فقط. أنا لميت لك المراحل كلهم في ملخص قبل ما نفصل مرحلة مرحلة. الملخص ده هيفيدك قوي قبل ما نمسك مرحلة مرحلة نفصصها. تانية مرحلة مرحلة. المرحلة الفلسفية نمسك شوية، هي أولى المراحل التي ارتبطت مع علم النفس، وفي هذه المرحلة اللي حصل بقى؟ أراد علم النفس معرفة ماهية السلوك. اهي دي الكلمة اللي أنا أخد بالي منها، معرفة مصدر السلوك. وعرف ساعتها علم النفس إيه هو مصدر السلوك، هل هو الروح أم النفس؟ ويريد برضو معرفة ماهية الأفكار الداخلية والبواعث والإحساسات بقى والمشاعر. عايز يعرف ما هي القوة الخفية المتسببة في هذا، ما هي القوة الخفية المتسببة في هذا. دي المرحلة الأولى. مين اللي خلقنا؟ مين اللي خلالي الحاجات دي؟ مين اللي عمل لي الحاجات دي؟ فساعتها كانت الفلسفة مشتركة معاه في هذا الشيء، وقالوا السبب في كده إن في قوة خفية اسمها النفس البشرية أو اسمها الروح. وخلاص، وعدوا المرحلة دي ودخلوا في المرحلة اللي بعدها اللي هي مرحلة البيولوجيا. تانية بقى، سنة تانية 2، المرحلة البيولوجية. بصي بقى، المرحلة البيولوجية عندك في الكتاب هتلاقيها تحت كده، حتة تحت كده فيها استقل علم النفس، بس بعد كده هتلاقي فيه مربع كده كبير على ايدك الشمال فيه بقى تفاصيل غريبة. انا مش هقولها لك زي كل سنة، انا ما بقولش الحتة دي بالترتيب بتاع الكتاب عشان دماغك ما تتوهش. احنا بدأنا المراحل وبدأنا تطور المراحل، يبقى هنكمل بقية المراحل وبقية تطور المراحل على الترتيب اللي انا فاهماه، وبعد كده انشق بقى اخد لك مين عمل وفونت عمل ايه، فخلينا ماشيين بالترتيب ده. المرحلة البيولوجية وفيها
استقل علم النفس عن الفلسفة وارتبط مع البيولوجيا، لا مع الفسيولوجيا، بدلت الأسامي، المرحلة الفسيولوجية، وبين قوسين هي علم وظائف الأعضاء. وذلك لتفسير ماهية السلوك برضه. يعني مش مكتوب عندك في الكتاب بس انا اقولها لك، هو هنا فسر السلوك بعد ما كان هما بيفسروا البني ادم ليه بيتصرف التصرفات دي، وقالوا ان في قوه خفيه اللي بتعمل الكلام ده. هنا بقى عشان هيمسك ماده ماديه بتتكلم عن اعضاء الجسم، فقال لك يبقى انا هتكلم عن الفسيولوجيا، يبقى السبب في سلوك الانسان هي جسمه، هي علم وظائف الاعضاء. لتفسير ماهيه السلوك وردها الى الجسم، وكان هذا على يد ويلهام فولت. خلاص، في بقى مناهج هنا الملاحظة والتجربة، كل ده ما يشغلنيش لأن ده مش هيجي في الامتحان، أنا يهمني أعرف اسم المرحلة وعلى يد مين وكانت ترتيبها إيه. فدي المرحلة التانية، دي المرحلة التانية على الترتيب. هاجي بقى هنا اقول لك اهو اسهامات ويلهام فولت، هنقولها عشان لو حد بعد تكملة المراحل لأن ملهاش صلة. خلاص، خليكي بس ايه السبوره الاولانيه اللي هي كان فيها ملخص المراحل دي اهم من المراحل، اللي بتفهمي الترتيب وتفهمي مين ادى الى ايه هتعرفيها، وما دمتي فهمتيها هتعرفي تفهمي دول. المرحله الثالثه بقى والاخيره سنه تانية، وهي مرحله الاستقلال. المرحلة الثالثة مرحلة الاستقلال، المرحلة الأخيرة. خلاص بقى استقل عن كل شيء، عن الفلسفة، عن الفسيولوجيا، عن حتى البيولوجي، عن كل العلوم اللي ارتبط بيهم، وأصبح علم قائم بذاته لوحده كده، له موضوعه وله منهج. ايه بقى اللي يهمني تعرفي اسم المرحلة وايه الموضوع والمنهج، لأن ده بيجي فيها سؤال اختياري، دي بتيجي سؤال. وفيها استقل علم النفس عن كل العلوم وأصبح علم قائم بذاته، وأصبح علم قائم بذاته، له موضوع محدد ومنهج معين خاصين به. موضوع علم النفس، عشان دي سؤال، دي بتيجي سؤال اختياري. ومنهج علم النفس، موضوع علم الأول يعني ايه موضوع ويعني ايه منهج. كلمة موضوع يعني المادة اللي أنا هبحث فيها. يعني ايه؟ يعني أنا هقول لك دلوقتي، عشان أنا دلوقتي عندي قناة، القناة دي موضوعها ايه؟ ايه محتوى القناة؟ ايه الحاجة اللي انت هتقدميها؟ هو علم النفس كده، ايه الحاجة اللي العلم اللي انت جايه تقولي لي ده ليه نشأة وليه تطور وليه علماء هيعملها؟ هيدرس السلوك اللي الانساني. عندك في الكتاب مكتوبة دراسة السلوك الظاهري، بس علم النفس ما بيدرس السلوك الظاهري فقط، هو بيدرس السلوك الانساني عامة سواء ظاهري او داخلي.
منهج، يعني ايه كلمة منهج؟ يعني الطريقة الذي سيسير فيه هذا العلم، الخطوات العلمية التي سيسير وفقها هذا العلم، الحاجة اللي هيمشي عليها العلم ده عشان يحل مشكلة السلوك، علشان يدرس السلوك، علشان يدرس الحاجة المعينة دي. اتنين، الملاحظة والتجربة. الملاحظة يعني تقعدي تراقبي كده وتفنجلي عينك وتلاحظي وتراقبي وتشوفي ايه اللي بيحصل، والتجربة انك تقعدي تجربي. طبعا الملاحظة والتجربة دول احنا هناخد في سكتنا كلام كتير قوي عشان نشرحهم، ولكن احنا هنتكلم دلوقتي على القشور اللي موجودة في الكتاب. تاني حاجة هنا موضوع علم النفس، دراسة السلوك الإنساني. السلوك الإنساني بين قوسين اللي هو السلوك الظاهري والسلوك الداخلي. طيب ما هو موضوع علم النفس؟ هو الملاحظة والتجربة. خلاص؟ طيب ده كده اللي في المنهج اللي في الكتاب. انا بقى هاجي هنا على جنب واقول لك نمسح الحته دي بقى، خلاص دي شرح قديم. محتاجين احنا بقى نفهم يعني ايه منهج ويعني ايه موضوع. الموضوع هو مادة البحث، هو أنا هدرس إيه. طيب المنهج هو الخطوات العلمية التي سيتبعها الباحث من أجل دراسة الموضوع. هو أنا هعمل وهفهم المادة إزاي. الملاحظة اللي هي المراقبة أو الرصد، شايفاها؟ طيب التجربة يعني إيه التجربة؟ يعني محاولة الوصول للهدف بأكثر من طريقة. دي بره المنهج، بس دي عشانك انت عشان تفهمي. اكتب لك عليها فوق ان دي للفهم. العنصر الثالث بقى سنة تالتة سنة تانية اللي احنا اتكلمنا عنه. العنصر الثالث موضوع علم النفس. طب انت دلوقتي موضوع علم النفس ده عنصر مش موجود في الكتاب، ده اصلا من ضمن المراحل، انت خليتيه عنصر لوحده عشان مهم، لان هو ده صميم المنهج بتاعنا اصلا السنة دي. موضوع علم النفس دراسة السلوك الظاهري والداخلي. منهج علم النفس هو الملاحظة والتجربة. ده صميم منهجنا السنة، ده صميم علم النفس اللي هو ايه هو علم النفس. العنصر ده مش في الكتاب، ولكن انا خليته عنصر لوحده عشان هو مهم. خلاص ده قلناه السبوره اللي فاتت، بس انا عشان كتبتهولك في العناصر فكان لازم اعمله عنصر لوحده. احنا كده سنة تانية خلصنا نشأة علم النفس، خلصنا مراحل تطور علم النفس بالترتيب من غير اسهامات ويلهام فونت. وموضوع علم النفس تبقى عندي في الدرس الاول اسهامات ويلهام فونت ومدارس واتجاهات علم النفس.
ده كده يبقى الجزء الاول من الدرس. انا مش هشرح الدرس مره واحده، الدرس كبير شويه عليكي. ده كده الجزء الاول من الدرس. عرفنا علم النفس جه منين، عرفنا اتطور ازاي، عرفنا ايه موضوع. بالنسبه بقى الاسهامات والهامفونت اللي هيطلع حد يقول لي دي المفروض كنت شرحتيها من ضمن المرحله الثانيه، لان هي موجوده في الامتحان، مش هتجيلك هي في اي مرحله. وفي امتحانات موجوده على القناه السنتين اللي فاتوا، يبقى شوفيهم في الامتحان. مش هقولك هي الاسهامات دي فين، الامتحان انت هتتكلمي ان الاسهامات دي لوحدها، ولذلك انا خليتها لوحدها، لان انت بالنسبه لك ده اول مره. لو انا كنت شرحتها لك مع الحاجه كنت هتوهي، عقبال ما اجي اقول لك فين المرحله الثالثه كنت هتوهي مني. وانا جاي شرحت لك النشأة والمراحل الثلاثة بالترتيب والموضوع. المرة الجاية ان شاء الله الجزء الثاني نشرح الاسهامات والمدارس. يا رب ان شاء الله يكون الشرح عجبك. سنة تانية انت اول مرة تاخدي الدرس ده، او اول مرة تاخدي علم النفس خالص، ده سهل وهتحبيه وهيفيدك كتير قوي في حياتك الشخصية. ان شاء الله تستفيدي من الشرح، ونكمل على خير الترم ده بإذن الله كل السنين. الى ان القاكي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.